الحملة الفرنسية على الشام 1799 ميلاديا. طلاب ثالثة إعدادي ركز معايا بقى في الجزئية دي. هنتكلم عن الحملة الفرنسية على الشام وليه نابليون عاوز يضم الشام لحكمه بعد ما ضم مصر لحكمه. رقم واحد هنتكلم عن روسيا وبريطانيا والدولة العثمانية. الثلاث دول دول تحالفوا مع بعض وأرسلوا حملتين إلى مصر، واحدة برية عن طريق الشام والثانية بحرية عن طريق البحر المتوسط. فنابليون عاوز يعمل ايه؟ نابليون عاوز يضم الشام لحكمه قبل ما الحمله البريه تجيله عن طريق الشام، عاوز يضم الشام قبل ما الحمله تجيله منه يعني. قاد الجندي بتاعته لحد ما ضم العريش وغزه، وهو ماشي كده اخذ العريش في سكته واخذ غزه في سكته، كمل لحد ايه؟ ما وصل لمدينه يافا وحاصرها حصار شديد، وتمكن في النهايه من دخولها والاستيلاء عليها، بس بعد ايه؟ بس بصعوبه. بعد ما حصرهم حصار شديد، بعد ما دخلهم قتل قائدهم وجميع الحاميه، كل الحاميه العسكريه اللي موجوده داخل القلعه قضى عليها تماما. وده تعتبر خيانه وعدم موافقه بالعهد، لان هو كان مأمنهم على ارواحهم، لما يدخل القلعه مش هيقتل ولا هيعمل اي حاجه، بس قتل القائد والحاميه العسكريه. بعدين حب ان هو يضم مدينه عكا، المدينه الرابعه معاه، بس ايه؟ طبعا اتعلموا الدرس، فحاصرهم حصار شديد ولم يتمكن ايه؟ من هزيمتهم والاستيلاء على مدينه عكا. ليه؟ طبعا الاستبسال اهالي مدينه عكا وقائدها فين؟ في المقاومه، ان هم خلاص عرفوا اللي فيها، وان هم لو استسلموا او الفرنسيين استولوا على المدينه هيتم القضاء عليهم تماما، فاستبسلوا في المقاومه، فقاوموا الحمله الفرنسيه بشجاعه وقوه كبيره جدا بقياده اميرهم احمد باشا الجزار. كان القائد بتاع القلعه اسمه احمد باشا الجزار، وده ايه؟ قاوم الفرنسيين باستبسال وقوه هو واهاليه. وطبعا نابليون ما تمكنش من دخول مدينه يافا ورجع الى مصر، وفشلت الحمله الفرنسيه على الشام 1799 ميلاديا بعد ما استولى على 3 مدن: العريش، غزه، يافا، بس ما استولاش على الرابعه وهي عكا. وبكده فشلت ايه؟ الحمله ورجع الى مصر مهزوم. ما تنساش بقى تشوف الحلقه كامله على اليوتيوب. يلا بينا.